السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت طريقة جديدة النهاردة وطريقة تحفة هتعجبكم ان شاء الله. هنعمل النهاردة كبسة الجمبري. كبسة الجمبري يا جماعة مش هتحتاج مننا اي مواعين كتير. هي هتحتاج مننا حلة واحدة بس، وهتخشي المطبخ تعمليها في دقايق. طريقة تحفة يا جماعة وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة انا معايا حلة على النار، نزلت بمعلقة من السمنة او الزبدة و3 معالق من الزيت. هنسيبهم لحد ما يسخنوا تماما، وهيبقى عندي حوالي عن كيلو من الجمبري. الطريقة دي يا جماعة، الطريقة دي تنفع فيها المجمد او اللي هو الطازة. كان عندي كيلو من الجمبري نزلت بيه. بعد كده بقى هنزل بالبهارات بتاعتي، الملح وكمون وكزبرة وبهارات سمك وبابريكا وكاري، كل ده معلقة، نص معلقة صغيرة، وفلفل اسود برضو، ومعايا كمان حبهان مطحون. كل ده يا جماعة نص معلقة صغيرة. تاني بابريكا، كاري، كمون، كزبرة، بهارات سمك، برضو هنحط حبهان مطحون، وهنقلب كله مع بعضه لحد ما الجمبري بتاعي يبدأ كده يتشوح بس شوية، وهيطلع منه صوص. الصوص ده يا جماعة احنا هناخد الجمبري الأول في طبق كده نطلعه، وبعد كده هناخد الصوص ده على جنب لحد ما اقول لكم هنعمل بيه ايه. هفضي بقى الصوص ده لوحده برضو، وفي نفس الحلة هننزل برضو بمعلقة من السمنة او الزبدة. هسيبها لحد ما تسيح، وانزل ببصلاية متوسطة مبشورة او متقطعة المتاح عندك. هديها برضو تشويحة كده مع معلقة من التوم المفروم. بعد كده بقى لو عندك جنزبيل فريش بتحطي معلقة، ما فيش هتحطي جنزبيل بودرة زي ما انا بحط كده، مع نص معلقة صغيرة. هقلب كله مع بعضه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بقى بقطع حوالي عن نص كوباية او كوباية من الطماطم متقطعة الى مكعبات صغيرة، وبرضو حوالي عن كوباية من الكزبرة هنزل بيها برضو مفرومة متقطعة. هقلبهم مع بعض كده لحد ما يستووا كلتهم والطماطم تستوي تماما. بعد كده هنزل بمعلقة من الملح كده صغيرة، وبرضو نفس البهارات اللي انا حطيتها في الاول بحطها، بابريكا وكاري، كل ده من نص معلقة صغيرة برضو، وكمون وكزبرة وحبهان مطحون وفلفل اسود. وهقلب كله مع بعض، كله يعني نفس البهارات اللي احنا حطيناها في الاول هنحطها تاني نص معلقة صغيرة. هسيب برضو كل ده يستوي كده مع بعض، وبعد كده هزود المية بتاعتي بقى اللي احنا هنبقى هنعمل فيها الرز يعني. هي بالنظرة كده يا جماعة. والسوس برضو اللي كان طالع معايا نزلت بيه برضو على المية، وهسيب المية لحد ما تغلي. لو عايزة تحطي بقى رز بسمتي حطي براحتك خالص، انا حطيت رز بلدي من بتاعنا. وانتوا عارفين برضو العيار بتاع الرز بتاعنا حوالي عن كوباية، والتاني كوبايتين اللي هو البسمتي. حطيت نص الجمبري كده في قلب الرز وهو بيستوي، وهسيبه لحد ما يستوي خالص ويتشرب من ميته تماما. هغطي عليه واسيبه لحد ما يتشرب من ميته خالص، وهقلبه تقليبة كده. في المرحلة دي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب الجمبري بتاعنا بقيته هنحطه على الوش، وهغطي عليه واسيبه حوالي عن 20 دقيقة 15 دقيقة بالكتير لحد ما الرز بتاعي يستوي تماما، وهدي عليه البوتاجاز. بعد كده بتقدميه بألف هنا وشفا ليا وليكو بالجمال والحلويات دي. انا كان عندي شوية برضو من الجمبري حيشاهم، حطيتهم على وش الرز بتاعي وقدمته كده بالشكل الجميل ده بألف هنا وشفا ليا وليكم. طريقة تحفة وهتعجبكم ان شاء الله، وسهلة وبسيطة. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم، لايك وشير لو عجبك الفيديو.